ديارة مشات كره في الجهه اليمنى عند اللاعب عبد الغفور الميرات. مره اخرى عبد الله ديارة كتضيع الكره، تدخل الدفاع دائما محاوله لفائده فريق اولمبيك اسفي خطيره، فرصه تدخل وابعاد الكره، فرصه اولى لفائده فريق اولمبيك اسفي بواسطه حمزه مجاهد. بدايه قويه لهذا المباراه. لاحظوا كان هناك خطا على مستوى ابعاد الكره من طرف ايوب بوشا، استرجاع الكره ثم تسديده من حمزه مجاهد، تسديده عرفت تدخل الحارس يوسف مراغ اللي كمر منها فريق الوداد. وبالتالي اعتقد لما يكون عندك جمهور بهذا الشكل فما يمكن الا انه الفريق يخرج منها بسرعه. تبادل المحاوله محمد الريحي على مستوى الجهه اليسرى، ايوب بوشا تمريره، فرصه الهدف، هدف اول لفائده فريق الوداد بواسطه اسامه الزمراوي. اسامه الزمراوي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد. قلت لما يكون عندك جمهور بهذا الشكل، لما تمنح اللاعبين الثقه وتمنح اللاعبين الدفاع، اعتقد بانه فريق الوداد بامكانه يخرج من هذا يعني الفتره ديال الفراغ ومن هذه النتائج اللي ما كترضيش. تدخل الحارس يوسف مطيع، ولكن فريق الوداد يتمكن من وضع الكره في الشباك. محمد الريحي، لاحظوا الانطلاقه ديال ايوب بوشا على مستوى الجهه اليسرى، هنا التمريره، لاحظوا تواجد اسامه الزمراوي دون رقابه، كيتمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الوداد، هدف اللي كيجي في الدقائق الاولى من هذه الجوله الاولى ولا المباراه في حدود الدقيقه الرابعه. اعتقد بانه هدف اللي غيعطي دفعه قويه لهذه المباراه. لاحظوا التمريره ديال ايوب بوشا ثم اسامه الزمراوي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. اذا فرحه كبيره تبديع الكره لسيدي بونعمر، ما كاينش هناك خطا، دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه تمريره، تدخل الدفاع دائما الخطوره متواصله داخل منطقه الجزاء. الحكم كيطلب مواصله. هناك تنوع على مستوى الهدافين وهذا كيكون مهم جدا. مشات كره طويله، خروج الحارس في الوقت اللي وصل الكره، ممتاز لاعب اسامه الزمراوي. تمريره داخل منطقه الجزاء، نتابعوا مره اخرى تمريره ديال محمد مفيد داخل منطقه الجزاء، المتابعه ديال اسامه الزمراوي بالرجل، تمريره ولكن فقط عند حمزه الساخي، استرجع الكره لاعب يوسف ميش، هذه فرصه تسديده لكن ما كانش بشكل جيد. المحاوله لفائده فريق الوداد بواسطه محمد الريحي امام عبد الغفور الميرات. الريحي تمريره، الكره مشات جانبا، تمريره خارج ارضيه، كيعتمد عليه روناني مكوينه كلاعب رسمي في هذه المباراه، لاعب سابق لفريق الجبلين السعودي. يتابع الفرصه وهذه المحاوله لفائده فريق الوداد، تسديده، الكره مرت جانبا مره اخرى، بوقت الكره على مستوى الوسط ثم تسديده لاسامه الزمراوي لاعب سيدي بونعمر. فرصه محاوله جبل حركاس تمريره، تدخل الحارس ممتاز على مستوى يعني اللاعب عنده خبره وعنده تجربه. متابعه المحاوله ايوب بوشا ممتازه في الجهه اليسرى، هذه فرصه لفائده فريق الوداد. بوشا المراوغه تدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه تدخل وابعاد الكره. فرصه المحاوله اللي خدها ايوب بوشا، مراوغه اولى، ثانيه مشى ايوب بوشا، لاحظوا المراوغه الثالثه تمريره، ولكن تسديده الريحي عرفت تدخل وابعاد الكره من طرف وليد غيلوف الذي يبعد الكره ويبعد الخطوره صراحه. لاحظوا ايوب بوشا انطلاقه سرعه من الرواق الايسر، مراوغه، ثم لاحظوا الطريقه باش رفع الراس ديالو وكيفاش مرر للاعب محمد ايوب بوشا. محمد مفيد تمريره عند اللاعب بونعمر، فرصه ابعاد الكره من طرف خالد علاوي كبيري. محمد مفيد كان قريبا من وضع الكره في الشباك وقريب من تسجيل الهدف الثاني في فريق الوداد لولا التدخل ديال اللاعب خالد من سيدي بونعمر. تابعوا محمد مفيد لسيدي بونعمر او اللاعب تيمينو، بالفعل تيمينو ميلولا هو اللي لعب الكره بالكعب وتدخل كل كينتظر منه الشيء الكثير خصوصا السرعه. محمد مفيد كيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، الراسيه ديال جمال حركاس. بونعمر انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى، هذه فرصه لفائده فريق الوداد. سي بونعمر دخل داخل منطقه الجزاء، تمريره تيمينو، تدخل الحارس ممتاز خالد علاوي كبيري. تيمينو ميمامو في الوقت كان بامكانه يسدد مباشره للمرمى. نتابعوا من جديد سي بونعمر، عمل ممتاز لقاء على مستوى الجهه اليسرى، يمرر سي بونعمر اللي حاول انه هناك لاعب الساخي وبوشا. الساخي يرفع الكره عند اللاعب تيمينو ميلولا داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل الحارس دائما خطوره، والهدف الثاني لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب تيمينو ميلولا، الثاني لفائده فريق الوداد. تابعوا هذه المحاوله، لاحظوا التسديده ديال سي بونعمر، تدخل ممتاز ديال الحارس خالد علاوي، ولكن لاحظوا المتابعه ديال تيمينو ميلولا. حكم نوفل نشيط، اذا قرار حكم المباراه، إذا هناك وضعية تسلل. إذا الحكم كتضيع منه الكره لاعب رماني عبد الله يدير، صباح المرتد هجومي لفائده فريق الوداد. تيمينو هناك تغطيه حاضره
تغطيه حاضره، كانت انطلاقه ديال تيمينو ميلولا، ولكن تغطيه مره اخرى كره في فريق الوداد. اسامه الزمراوي، اسامه تدخل هو اللي كيستعد للتنفيذ. ايوب بوشا لعب الكره مباشره سهله عند الحارس. كان تدخل امام الموريتاني سيدي بولا عمار، الحكم خلى الكره في فريق الوداد الرايحي. سيدي بولا عمار مراوغه داخل منطقه الجزاء، فرصه في فريق الوداد، تسديده، تدخل ياسين كرداني وابعاد الكره، مراوغه بشكل ممتاز. لاحظوا العمل اللي قام به اللاعب الموريتاني سيدي بولا عمار، يسدد، تدخل ديال ياسين كرداني في الكره الاخيره. نتابع هذه المحاوله، هذه المراوغه وهذه الفنيه لسيدي بولا عمار، تدخل وهو من اعتقد انه غادي يسدد. بالفعل ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، خروج الحارس، هناك الراسيه، ابعاد الكره. صباح الانوار مع اجواء ديال فريق الوداد لما كتحمل قميص فريق بقيمه الوداد فاكيد كتعرف شنو كينتظرك. حائط ديال الصد، حمزه الساخي يرفع كره دائريه، فرصه، تدخل ممتاز يلعب غفور الميرات مولي بعد الكره الراسيه من سيدي بولا عمار. هذه فرصه ومحاوله تدخل مره اخرى امام الفريق المصري، وهذا كيبين الحضور القوي اللي كان ديال فريق الوداد في الوقت اللي الحكم كيقول ما كاينش هناك متابعه. هنا نتابعوا المحاوله، الفرصه، المطالبه بالخطا بطرف اللاعب محمد الريحي. افريقيا للمنتخب الوطني المغربي الاقل من 20 سنه، اللي فاز بلقب الخاص بالتصوير بشمال افريقيا وبالتالي التاهل الى كاس افريقيا. المنتخب الوطني المغربي اللي اقل من 17 سنه، وكذلك محمد وهبي. طرف اللاعب كربون، مشات كره في الجهه اليسرى، هذه فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد بواسطه اللاعب سيدي بولا عمار اللي كيحاول انه يمرر. بوشا رفع الكره، تدخل سليمان عمار بعد الكره الاخيره من جديد لفائده فريق الوداد. رفعت الكره، هذه فرصه، خروج الحارس ممتاز. خالد علوي كبيري كيتدخل في الكره الاخيره مره اخرى عند اللاعب تيمين لعبد الله ديارة. كره في الوسط، مجاهد ممتازه من مسلم، فرصه لفائده فريق اولمبيك اسفي، تمريره، تدخل الحارس يوسف مطيع كيتسلل على عبد الله ديارة، لكن فرصه ومحاوله شكلت خطوره على الدفاع ولا مرمى فريق الوداد. تدخل ممتاز كذلك ديال الحارس يوسف مطيع، وبالمقابل خطا قبل الكره لاعب عبد الله ديارة على مستوى الجيل الوسطى. هذه فرصه ومحاوله، ديارة رفع كره داخل منطقه الجزاء، تدخل دائما ديارة كيمرر عند اللاعب ابراهيم البحلاوي، ولكن قمباي. هذه فرصه ومحاوله مرتد هجومي لفائده فريق اولمبيك اسفي بواسطه تشيكنا ساماكي كيمرر فرصه، عبد الرحمن كساك، تدخل ممتاز يوسف مطيع اللي كيبعد الكره في الوقت الحكم المساعد رفع التصدي وابعاد الكره الاخيره. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، تشيكنا ساماكي يمرر لعبد الرحمن كساك اللي دخل خلال هذه الجوله الثانيه، ولكن يوسف مطيع كيعلن على نفسه بانه دائما حاضر في المكانه. جمال حركاس كتلعب الكره، فرصه ومحاوله لفائده فريق اولمبيك اسفي، عبد الله ديارة، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا. الحكم فريق اولمبيك اسفي، تمريره من عبد الله ديارة اللي يساعد المرسل يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه، هذه فرصه محاوله لفائده فريق الوداد عند اللاعب سيف الدين بوهره، سديده، تدخل ممتاز لخالد سفي. لاحظوا التمريره ديال سليمان مراني اللي بحث على اللاعب مهدي صحابي. سيف الدين بوهره، دخول داخل منطقه الجزاء، يسدد و تدخل وردة فعل كانت ممتازة. سعد موسلي يستعد بالتنفيذ، لعبات الكرة داخل منطقة الجزاء في القائم الثاني الرأسية، دائما خطورة متواصلة. الحكم كيطلب وصلت لقاء الكرة خارج أرضية الملعب، والحكم كيقول ضربة مرمى. صعد كذلك لمساندة الهجوم ديال فريق اولمبيك اسفي. هنا الرأسية ديال وليد غيلوف، لاحظوا الصعود وارتقاء كذلك مع ديارة. هذه فرصة الميرات يسدد والكرة تمر جانبا من مرمى الحارس يوسف مطيع. تابع هذه المحاولة لفائدة فريق اولمبيك اسفي، عبد الله ديارة يتمكن من التمرير عند سعد مرسي في الوقت المرتد هجومي لفائدة فريق الوداد وخروج الحارس. هنا كنتابعوا الخروج الموفق للحارس خالد علوي امام سيف الدين.